غريبة حمص تونسية تذوب في الفم. حبيت نخدم بيها حلول عيد السنة، وعملتها باليد من غير ماكينة، وما شاء الله جيت مرتوبة ومش مشقة وبنينة على الآخر. تبعوا معايا الطريقة. أول حاجة ذوبت 150 جرام زبدة، وكيف بدأت تغلي نخليها على نار هادية ونحيلها الحليب. خليتها تزيد تغلي شوية، من بعد صفيتها وحطيت معاها زيت زيتونة لين نتحصل على 250 جرام بين زبدة وزيت. خديت 500 جرام حمص مرحي معرج مش ناي، وغربلته مهم ياسر باش يعاوننا في خدمة العجينة. زدتو 250 جرام فرينة، 100 جرام نشا، وبين 150 جرام و 200 جرام سكر جلاس انتي والحلاوة اللي تحبها. انا استعملت 200 جرام خاطر نحبها حلوة في حقها، وانتوما اوكا بالذويقة. غربلت المكونات الكل وخدمت بيدي من غير قون خاطر حرارة اليد تعاوننا باش الحمص يتخدم مليح ويقر زيتو. خلطت المكونات الشايحة بالباهي، وبديت نزيد في الزيت والزبدة ونلم العجينة. وكيف تنجم تلمها في يدك وقتها تعرف انه ما لازمهاش اكثر زيت وزبدة. قعدت نخدم في البات بيدي بالباهي لين ترتب مليح، وهكاك ما تستحقوش ماكينة. او كوسعوا بالكم معاها، لمها وفركها بين يدك مرة واثنين وثلاثة، وتو تلاحظوا كيفاه تتلم معاكم وترتب. من بعد قسمتها الأجزاء وصبت مليح كل جزء، وهذاك يزيد يعاون بالباهي في ترتيب العجينة، وتلاحظ انها تولي فيها لمعة وتكون رطبة. غطيتها وخليتها ترتاح 3 سوايع باش تزيد تقر زيتها في عقلها. من بعد عاود صبتها قبل ما نحلها ورطبتها مرة أخرى بين يدي. حليت بودان بالطريقة هذه، استعملت باكو سكر فاني للقياس. قصيتها وعملت فوقها خطوط وحطيتها في طبق الفور. طيبتها على 140 درجة. الغريبة راهي ما تحبش برشا سخانة باش تقعد مرتوبة وما تشققش وتطيب في عقلها. خليوها لين تشد روحها وتحمر شوية بين 30 و 40 دقيقة انتي والفور متاعك. وكيف تحضر خليوها تبرد بالباهي، ما تمسوهاش راهي تكون سنسيبل على الاخر وهي سخونة. لازم تبرد باش نجم تشدها. عملت اشكال غريبة اخرين بالفستق ومن غير فستق، وعملت كمية صغيرة ملفوفة بالملصوقة. كبر ورق الملصوقة 6 سنتيمتر، دهنت ورقة الملصوقة بالزبدة. حطيت فوقها الغريبة يكون كبرها أقل من كبر الملصوقة خاطر كيف تطيب تزيد في الحجم. ونلفوها من غير ما نكبسو. نرصفوهم لاصقين في بعضهم في طبق الفور، وندخلوهم على نفس درجة الحرارة لين يطيبوا. كيف يحضروا دهنتهم بشحور وزينتهم بشوية فاكهة. وهكا تكون غريبتنا حضرت. جيد ما شاء الله تذوب في الفم، نودكم ومن شاهيكم. ان شاء الله فيديوهات الحلوسنة يكونوا عجبوكم، وان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف